وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. Le président du gouvernement algérien est l'hôte du Maroc. M. Farhat Abbas, accompagné de M. Mehri, ministre des Affaires maghrébines, est reçu en audience par Sa Majesté le Roi. Cette visite devait être l'occasion d'un très large échange de vues, dont le président Farhat Abbas souligne devant la presse la particulière importance au moment où le problème algérien entre dans une phase décisive. À l'issue de leurs entretiens, les membres du gouvernement algérien se sont joints au souverain pour la célébration de la prière solennelle du vendredi. Une réception a été offerte au ministère des Affaires étrangères, où de nombreuses personnalités ont tenu à exprimer leur solidarité au président du gouvernement algérien et à la cause qu'il ne cesse de défendre. Marocaine à Rabat, des clameurs d'enthousiasme avaient salué l'arrivée de Ben Bella, solennellement accueilli par le roi Hassan II. Venu de Tunis ou de Genève, le GPRA au complet se pressait autour de l'ex-prisonnier. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس. وإلى جانب الأنشطة التنموية المختلفة على المستوى الداخلي، كان لابد للمغرب من التفتح على العالم الخارجي، وكان من الطبيعي أن يهتم بمشاكل المنطقة، خصوصا مساندة كفاح الشعب الجزائري الشقيق من أجل الاستقلال. وفي هذا الإطار تدخل الزيارات المتكررة لأعضاء الحكومة المؤقتة الجزائرية، وعلى رأسهم السيد فرحات عباس.